بسودة البيان الختامي لمؤتمر الحوار الكردي العربي المنعقد في بغداد بدعوة من أكاديمية السياسة والفكر الديمقراطي وتحت شعار نحو حوار عربي كردي ناجح، وبالتعاون مع مؤسسة ستاندرد والجمعية الحرة للكردوفيليين العراقية ومنظمة أبناء سنجار الإنسانية ومجموعة الصداقة الكردية في البرلمان الأوروبي. تم عقد المؤتمر العلمي المخصص على الحوار العربي الكردي وسبل تعزيزه يوم السبت الموافق 11 من شهر كانون الأول من عام 2021 في مدينة بغداد، وذلك بحضور أكثر من 100 مندوب من إقليم كردستان وبغداد وباقي المحافظات الأخرى في العراق. وقد ضم المؤتمر ممثلين عن كل المكونات القومية والدينية والإثنية ومن مختلف العقائد والتوجهات السياسية. وقد ابتدأت أعمال المؤتمر بعزف النشيد الوطني ومن ثم دعوة الحضور للوقوف دقيقة الصمت على أرواح الشهداء، وبعد ذلك ألقى المحامي الشيخ رحيم الساعدي كلمة الافتتاح، ثم تليت كلمة اللجنة التحضيرية التي ألقاها الأستاذ ماهر الفيلي، وتم تقديم كلمات لبعض المؤسسات والمنظمات المتبنية للمؤتمر. وقد كانت أعمال المؤتمر على محورين، تضمنت كل محور عدد من الأوراق، وفي أجواء من النقاش الحر تم تقديم عدد من المطالعات والملاحظات والردود عليها من قبل الأساتذة المحاضرين والمحاضرات. لقد عقدنا مؤتمرنا هذا في مرحلة تاريخية مهمة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط التي تدور فيها الصراعات والتناقضات للسيطرة على مقدرات شعوب المنطقة من قبل الدول ذات النفوذ والمشاريع التوسعية. إن انعقاد مؤتمرنا في بغداد عاصمة السلام والتعايش السلمي إنما يدل على أنه انعقد بهدف إنتاج حوارات بناءة بين مكونات العراق المختلفة. ولا شك أن صراع المصالح التي يعاني منها النظام العالمي يترك أثره على واقعنا الراهن بأشد حالاتها حدة في منطقتنا بشكل عام والعراق على وجه الخصوص. ونتيجة هذه الأزمة يعمل النظام العالمي بكل مساعيه للخروج من الأزمة البنيوية التي يعاني منها عن طريق إعادة ترسيم حدود منطقتنا سياسيا واجتماعيا وثقافيا وجغرافيا من جديد، وذلك رغما عن إرادة شعوب المنطقة من عرب وكرد وتركمان وآشوريين وآخرين. هذه الشعوب التي تعتبر، إذا تسمحوا لي أضيف وأزيديين أيضا، هذه الشعوب تعتبر أصيلة المنطقة والتي لا يمكن الفصل بينها بسبب التاريخ والثقافة المشتركة التي تجمعهما مع بعض. ويمكن اعتبار سبب بقائها حتى الآن هو اتباعها منهجية العيش المشترك بهوياتها الثقافية المتعددة فيما بينها طيلة آلاف السنين. في ظل هذه الفوضى والأزمات انعقد مؤتمرنا في بغداد وتم النقاش حول جملة من القضايا التي يعانيها العراق من بداية تشكله بعد الحرب العالمية الأولى وحتى الآن، ولا يزال العراق يبحث عن هويته الحقيقية الجامعة لكل مكوناته التي كانت مهدا للبشرية بكل علومها وفكرها ومعارفها. وانعقاد المؤتمر هذا بحد ذاته محاولة لإرجاع الثقة بين العراقيين من خلال الحوار ومناقشة القضايا التي يعاني منها، وخاصة كيفية الخروج من مأزق الدولة القومية المتعصبة والدينية والطائفية التي قوضت أواصر العيش المشترك ما بين شعوبه المختلفة. وكذلك قضية المرأة التي أوصلت العراق بطريق شبه مسدود يبحث عن أي طريقة للخروج من عنق الزجاجة التي تم إقحامه فيها، رغم أن المرأة العراقية كانت السباقة عبر التاريخ في رصد مسيرة التطور الإنساني والحضاري للعراق وباقي المنطقة، لكون العراق أول مكان برزت فيه العقائد والأخلاق وأول بقعة شهدت استقرار الإنسان، وإن ذلك لم يكون إلا بتآخي الشعوب والثقافات ووحدتهم للتخلص من هذه الحالات التي يعيشها بالعودة للجذور التاريخية والثقافية والحضارية المختلفة. وعليه أولا يتعهد المؤتمر بالعمل على القبول والاعتراف بكافة الهويات العقائدية والقومية والثقافية والإثنية التي تعيش في العراق على وجه الخصوص ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بشكل عام، على أن ذلك هو منبع الغنى والتنوع. يؤكد المؤتمر على أن السبيل إلى حل القضايا والتناقضات المتجذرة في العراق والشرق الأوسط يكون بالحوار وليس بالحروب أو بالنزاعات المسلحة. وعليه فإنه
يقبل بضرورة مشروع الأمة الديمقراطية ودولة المواطنة، وبأهمية اعتماده أساسا في بناء مستقبل واعد للمنطقة ومتكس إلى السلام والديمقراطية والحرية، يعمل على حماية وتطور القيم الثقافية والديمقراطية والاجتماعية والسياسية المشتركة لشعوب المنطقة. يؤكد المؤتمر على الحوار الثقافي المترسخ على مر التاريخ بين الشعوب والعقائد الموجودة في العراق أساسا، ويفضح سياسات الدول الهادفة إلى تأليف أو تأجيج العداء بين تلك الشعوب والعقائد عبر شتى الأدوات كالعصبيات المذهبية أو الدينية. يتضامن المؤتمر مع قضية المرأة ومساواتها مع الرجل في شتى المجالات وينبذ كل أنواع العنف ضدهن، ويؤكد على ضرورة تمكين المرأة أن تأخذ مواقعها بفعالية في كافة ميادين الحياة. سادسا، العمل على رفض السياسات التوسعية التي تمارسها الدولة التركية في المنطقة ضمن إطار رؤية العثمانية الجديدة، وكذلك توظيفها الدين أداة في خدمة مصالحها، وكذلك رفض كل المحاولات لدخول المنطقة تحت هيمنة أي دولة توسعية أو استعمارية. سابعا، أن تقسيم دول المنطقة وتشكيل الدولة العراقية بحدودها المعروفة جاء برغبة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وكان دور شعوب المنطقة في ذلك الوقت محدود. أن النظم الفردية والديكتاتورية والحزب الواحد والسياسة المركزية الشديدة أساليب أثبتت فشلها في بناء دولة المواطنة القائمة على الهوية الوطنية العراقية. تاسعا، أن الديمقراطية واعتماد الفيدرالية واللامركزية الإدارية والإدارة الذاتية للتشكيلات الإدارية ضمان التطور الحر في البلاد وأفضل الحلول للتعددية القائمة فيه. إن مستلزمات دولة المواطنة الحديثة هو العلاقة المتكافئة بين الشعوب كافة، وخصوصا الشعب العربي والكردي وسائر المكونات دون أي إبعاد والتهميش لأي منهم. أخيرا، ضرورة اعتماد الحوار بالشفافية عند وجود أي إشكاليات قائمة واتباع الوسائل القانونية والدستورية لمنع حدوث أي خلاف أو نزاع. مؤتمر الحوار العربي الكردي في بغداد 11 ديسمبر كانون الأول 2021.